خمس ست حاجات كده ايه ده. النهارده هنجرب افتكاسات العبد في رمضان السنه دي. كنافه ديلايت شوكولاته، كنافه تشيز كيك فراوله، رز بلبن فراوله، جاتوه عثمانيه فراوله، وكل ده بفراوله فيتراك. السلام عليكم، ازيكم؟ حلوان العبد السنه دي مالوش في الافتكاسات بقى والمسميات بتاعه البطبوطه والكلام ده كله. هو منزل كام حاجه جديده، عامل شراكه مع فيتراك، ومنزل حاجات بمربى فراوله فيتراك، منزل حاجات تانية برضو انا جبت منها كذا حاجه كده عشان نجربها. خلينا نعمل لايك للفيديو. انا جبت تقريبا بتاع خمس ست حاجات كده. ايه ده، هي الاحجام مالها صغيره قوي كده. دي اول حاجه هو منزلها، هي صورتها مش زي بصراحه الابليكيشن. دي قطعه جاتوه عثمانيه فراوله معموله بفراوله فيتراك، كريمه كنافه كريمه كنافه، وطبقه الفيتراك من فوق، ومحطوط عليها لوجو العبد ولوجو فيتراك. دي سعرها 25 جنيه. كل الكنافه اللي تحت والكريمه اللي تحت طعمها حلو. الكنافه ناشفه سنه بسيطه، بس مع الكريمه بتظبط الدنيا. محشيه من جوه كمان فراوله فيتراك. بس عاوز اقول لك ان مربى الفراوله بتاع الفيتراك مسكره شويه، ممكن دي تعجب العيال الصغيره شويه، بس لو مالكش في السكر ممكن ما تظبطش معاك قوي. الكريمه كمان اللي جوه فيها قطع مربى فراوله كده، منها برضو الحجم الكبير اللي هي الفورمه بقى، بس كويس ان هم عاملين حتت صغيره كده عشان نجرب يعني وندوق. خلينا نكمل منيو المربى الفيتراك ده، وبعد كده ندوق باقي الحاجه. دي كنافه تشيز كيك فراوله، سعرها 45 جنيه. كنافه من هنا وتشيز كيك، ومحطوط عليها طبعا فراوله فيتراك. هو انا مش عارف هي ليه المربى متركزه كده، بس بيتهيألي ممكن تكون اتدلقت في التوصيل. يعني كان المفروض تقريبا المربى دي كلها تبقى فوق. طبقه الكريمه بصراحه محترمه جدا، وطبقه الكنافه تحت. قطعه كده فيها كل حاجه. مش عاوز كلامي يزعل، اتمنى ان العبد ياخد ده ان هو ريفيو، يعني نقد بناء. موضوع مربى فيتراك مسكره قوي مع الكنافه والكريمه. الكنافه والكريمه طعمهم حلو بصراحه، والكريمه طعمها حلو، بس اول ما بتخش في نقطه السكر دي، وهي حتى مش مربى سبيشال عاملينها عشان القصه دي، لا هم جايبين برطمان مربى من السوبر ماركت عادي جدا، حاطينه فوق التشيز كيك. لو كانت لوحدها من غير السكر بتاع المربى ده كانت هتبقى احلى بصراحه. الاسعار بصراحه معقوله بالنسبه للي بنشوفه اليومين دول في رمضان يعني. اخر حاجه بقى في منيو فيتراك ده رز بلبن فراوله، وطبعا فراوله فيتراك. العلبه دي سعرها 33 جنيه. كذا مره اتدلقت او ان الفراوله نزلت جوه العبده، حتى يعني غطس جوه مربى الفراوله كده. لبن كتير وفراوله حاسسها بصراحه كمربى كتير. انا ليه حاسسها شبه القشطه شويه. بسم الله. هو ليه في بني ادم طبيعي ممكن ياكل المربى بالمعلقه كده؟ كميات مربى عماله تنزل وكميات سكر في قطعه فراوله كانت عايمه كده في المربى. ده شيء كويس. عامل رز اللبن لوحده انت شايفه ممكن يبقى حلو، طعمين مش واخدين على بعض، محتاجين يقعدوا فتره كده شويه عشان تقدر تفهمهم، بس انا ما فهمتهمش بصراحه. لو هجيب رز بلبن هجيب رز بلبن ساده عادي. ثلاث اختراعات لوحديهم حلوين من العبد، بس لما بتحط عليهم السكر بتاع مربى فيتراك طعم بيبوظ منك. نفصل شويه طعم مربى فيتراك ده. العبد السنه دي عامل حاجه اسمها جاتوه كنافه مانجا. لها كنافه مانجا عاديه يعني، يمكن كمان حتى الكريمه فيها قليله شويه. بسم الله. عادة الكنافة مانجا ما بتخيش من حد، يعني الكنافة مع المانجا هو ده الميكس المظبوط. حلوة بصراحة، بس مش شايف أي جاتوه في الموضوع. يعني بيتهيألي الأولانية بتاعة العبد اللي هي كان فيها كريمة أصلا من النص، هي دي اللي ممكن تتسمى جاتوه. دي آخر حاجة جديدة هو عاملها السنة دي، كنافة ديلايت شوكولاتة. دي سعرها 30 جنيه. خدها كده، شوكولاتة من فوق وكنافة فستق. طبقه كنافه كبيره كده من تحت، عليها طبقه شوكولاته. الحمد لله هي مش مسكره، ممكن تكون دارك كده سنه بسيطه. عارف كمان مع كوبايه قهوه كده هتظبط لك الدنيا جدا. حاجه دارك كده والشوكولاته طعمها حلو. انا بصراحه بحب الحاجات الكره هادي دي. الحمد لله ان لقينا محل اخيرا بيقرر ان هو يبعد عن الترند ويصنع حاجات خاصه بيه نفسه. يعني انا مش هسمي حاجه غريبه، انا هديك واقول لك وتقول، بس اتمنى ان هو يتقبل النقد ده، لان الموضوع في تراك بصراحه ما كانش ظابط قوي مع الحاجات بتاعته. يعني حاجتك حلوه بس بلاش كان الحاجات دي بقى خالص. انا اصلا بحب حلويات العب في الميد رينج، بتعرف تخش كده بتبقى مستريح نفسيا وانت بتجيب الحاجه. اكتب لي تحت في الكومنتات حابين نجرب ايه من فين تاني، وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو. نون لسه عامل خصومات بمناسبه شهر رمضان، وهيبدا كمان خصومات العيد من الاسبوع الجاي ان شاء الله. لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي، هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.